وهنا بيت بينبض بالإبداع على بعد خطوتين من كل حاجة حلوة: مسجد عمرو بن العاص، بحيرة عين الصيرة، متحف الحضارات، ورش صغيرة تحمل وتحمي أحلام كبيرة، صناعية الخزف، النقش، القيمة، الحفر، التلوين، الصدف، ونشر النحاس. لو حبيت تتعلم حرفة على أصولها، هنا بيت جميل اللي تابع لوزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية. والممتع هنا شغف الكل بالتفاصيل. كل متدرب بياخد شهادته وبعدين يدرب، ينقل خبراته لشباب من تاني، شباب ليهم وله بالحرف اليدوية التراثية. هنا مصنع الحكايات الجميلة. مفيش حد بيجي المكان هنا غير محب للفن ومحب للتراث والحاجات المصرية الجميلة والهوية المصرية. أي حد بيخطي عتبة هذا المكان لازم يكون جاي وعارف بشكل كبير جدا هو جاي يتعلم حاجة حلوة، وهياخد فيها وقتها وهيتعلمها بصبر شديد جدا وإتقان علشان يقدر يطلع منها منتج مصري جميل. زي مريم. اتفضلي يا مريم. ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ بخير. معانا على طول طبعا في باب رزق. ايوه ده شرف ليا. جزء يعني رئيسي. احنا هنا وقفنا بالظبط عشان ده شغل مريم. اشرحي لنا يا مريم بقى، ده بنسميه ايه في تراثنا والحرف اليدويه بتاعتنا؟ المفروض ان هو العقد او القرش، المفروض ان ده مشروع تخرجي، خدت فيه حوالي شهر ونص. انا اتخصصت شهر ونص تقريبا. ده في المشروع. لكن انت اشتغلتي سنتين من ساعه ما دخلت بيت جميل، قعدت درست سنتين، وتاني سنه اتخصصت في الخشب. ومفترض ان احنا في اخر السنتين دول بنعمل مشروع بكل الحاجات اللي احنا درسناها، بالحاجات الخشب، بالتقنيات اللي احنا خدناها طول السنتين. فده يعتبر المفروض ان هو منفذ كليا كخشب زي طبيعي، ومفروض ان هو مرسوم عليه كمان بماده التمبرا، دي الوان مصنعه يدويا برضو. ايوه انا هكلمك بقى في الوان المصنعه يدويه دي، يعني الوان طبيعيه. الوان طبيعيه متصنعه يدويا من الاحجار الطبيعيه ومن التربه، وبتتخلط بصفار بيض، بتتعمل بشويه نسب، يعني شويه يعني مش معقده قوي بس ليها ظبطه معينه، وببتدي بعد كده اكون اللون واشتغل عليها كل الالوان، يعني اللون الاخضر، الاحمر، الغامق، كل دي كله الوان بنفس الطريقه طبيعية. كله متصبغ بالبيض. طيب خلينا نقف عند فكره الالوان الطبيعيه دي، مهمه جدا. ده فن من فنوننا القديمه. كل المعابد والاثار القديمه مرسوم فيها اي حاجه ملونه بتبقى مرسومه بالتمبر، يعني حتى المعابد المصري القديم والتراث الاسلامي او القبطي او ايا كان، اي حاجه مرسومه بنلاقيها معموله بالتمبر بنفس التقنيه اللي انا اشتغلت بيها. مريم انا بشكرك، وعايزين دايما خطوات اجمل واجمل ان شاء الله. باذن الله. شكرا لحضرتك. يلا بينا بقى نشوف بقيه الزملاء. اتفضل.